الحمد لله الواحد الأحد، قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو المحمود جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح الأصل الثاني من أصول دعوة الرسل، وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يذكر أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من مخالفة عليه الصلاة والسلام، ويبين العاقبة الأليمة المرة الشقية لمن خالف النبي في الدنيا والآخرة. ذكر ابن القيم 10 أدلة. تعالوا بنا في حلقاتنا القادمة في هذه الحلقة وما يليها من حلقات نتعلم هذه الأدلة 10، ونعرف كيف أن النبي رأس الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، وكيف أن النبي هو النور الذي أرسله الله عز وجل. رسالته هي النور التي جاء بها إلى الخلق لهدايتهم في الدنيا والآخرة. نتعلم كيف أن الرسول هو السعادة، كيف أن كل خير في الأرض خلف الرسول، وأن كل شر في الأرض سببه مخالفة الرسول، وأنه يعود خير الدنيا والآخرة إلى اتباعه، ويعود الشر في العالم في مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في شرحه الآية الأولى: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به، وهو ذات الرب سبحانه وتعالى نفسه عز وجل. أقسم قال فلا، وقسم وربك لا يؤمنون. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين كما ذكرنا. في أمور القضاء والمحاكم الرسول اللي يحكم، في أمور الاقتصاد الرسول اللي يحكم، في أمور التعليم الرسول اللي يحكم، في الأفراح الرسول اللي يحكم، في المآتم والأطراح والأحزاب الرسول اللي يحكم، في العلاقة بين الرجل والمرأة في النكاح وأحكام الاجتماع وأحكام المجتمع الرسول اللي يحكم، في الأحكام الدولية الرسول اللي يحكم، في الأحكام الإقليمية الرسول اللي يحكم، في الأحكام المجتمعية الرسول اللي يحكم، في أحكام كذا في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم فهي موصولة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. مسألة خطيرة جدا. قال ابن القيم: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إلى ذلك التحكيم انشراح صدورهم بحكمه. ده أنت تقبل حكم النبي في جميع الأحكام تكون سعيد مبسوط مسرور أن الذي يقضي في ذلك أعلم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا، الحرج الضيق والحصر، من حكمه، بل يقبلون حكمه حكم الرسول بالانشراح، يقابل حكم الرسول بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، فإن هذا منافي للإيمان. هذا على تفصيل، قد يكون منافي لأصل الإيمان إذا أنكر أو جحد شيء، وقد يكون منافي لكمال الإيمان، وهذا لذلك تفاصيل في باب الإيمان ونواقضه. بل لابد أن يكون أخذ هذا الحكم بقبول ورضا وانشراح صدر. مسألة، امتحن نفسك أيها العبد عند ورود قول النبي أو سنة النبي أو حكم النبي أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه
عند ورود حكمه، حكم الرسول في أي مسألة مالية، أي مسألة قضائية، أي مسألة قانونية، أي مسألة اجتماعية، أي مسألة فردية، أي مسألة دولية إقليمية. قال عند ورود حكم النبي على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه ومؤسساته وآباءه ومجتمعاته من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، أو أن لو لم ترد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من حرارة في أكبادهم، العلمانيين والليبراليين والذين يريدون الإباحية والفساد في الأرض، وعزل رسول الله عن الكون، وعزل رسول الله عن المؤسسات، وعزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القضاء والحكم، وعزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يعزل سنته من حياة الناس. كم من حرارة في أكبادهم منها من السنة، وكم من شجن في حلوقهم منها من السنة ومن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. سيظهر كل هذا يوم تبلى السرائر، كل مكنون سيظهر أمام العالم يوم الدين، يوم القيامة. هيظهر اللي كان بيحب السنة ويكرهها، هيظهر اللي كان بيعقد المجتمعات السرية علشان يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الرسول عليه الصلاة والسلام في دول الغرب والشرق هنا وهناك. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه قوله تعالى ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو التسليم والخضوع لرسول الله له صلى الله عليه وسلم، والانقياد لرسول الله لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم نسلم للرسول، نستجيب للرسول، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى من نفسه وأبر به منها وأقدر على تخليصها. فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم له وسلم إليه، انقادت له كل علة في قلبه، ورأى ألا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. السعادة في التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرك وعبادة القبور من دون الله ودعاء القبور من دون الله وقول مدد يا بدوي مدد يا دسوقي، كل هذا مخالف للسنة. اقبل سنة رسول الله وادعو الله وحده، لا تشرك مع الله عز وجل لا قبر ولا ولي، مع حبنا لأولياء الله الصالحين وحبنا لكل علماء الأمة جميعا، ولكن نعطي الله حقه، نؤدي حق الله وهو أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. كذلك البدع المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي ولا نتبع البدع والخزعبلات. كذلك المعاصي مخالفة للسنة، الربا، شرب الخمور في مجتمعات المسلمين، الغش، التبرج، كل هذا موجود في مجتمعات المسلمين. يا أهل الإسلام اتبعوا رسولكم وسلموا له تسليما عليه الصلاة والسلام، سلموا لحكمه تسليما، هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. كذلك عيش بعض الشباب ووجاج عاداتهم، المشكلة كبيرة جدا في أوساط الجامعات الآن، تجد بعض الشباب يتخذ ألفاظ السوقة والألفاظ السيئة ولغة الفرانكو وما الفرانكو وما أدراك، ويتركون حفظ المنطق والكلام الحسن. النبي ماذا كان يقول إذا تعجب؟ يقول سبحان الله. فلماذا لما نتعجب لماذا لا نهتدي بهذه رسول الله في المنطق والكلام؟ اللباس الآن في الشباب بناطيل مقطعة وبناطيل مخربشة والكلام ده كله. هل أنت ذيل ليس لك قيمة وليس لك تاريخ وحضارة وليس لك رسول بحيث تتخذ الموضة قدوة دون رسول الله؟ بسأل شاب يبني ليه لابس مقطع، يقول لك الموضة هي القدوة. هل الموضة هي رسول الله والعياذ بالله، أم محمد رسول الله؟ لك رسول، لك قدوة، ليس لك موضة.
دي مسألة مهمة جدا. لا بأس باللباس إذا كان مباحا، لا بأس باللباس واللباس مباح إذا كان فيه حشمة وفيه هدي وفيه سمت حسن. إنما المهازل التي نراها في بلاد المسلمين أين رسول الله منها؟ يا إخواني، أنقذوا أبناءكم، أنقذوا جيلكم، أنقذوا أمتكم من هذه المخالفات الشنيعة. لا يشبه الزي حتى يشبه القلب. الشعر وحلقات الشعر المنتشرة بين الشباب، ناهيك عن الألفاظ البذيئة بين طلاب الجامعة. ما لا يتخيل الإنسان أن طلاب الجامعة يقولون هذه الألفاظ السوقة والمزرية. إذا كان طلاب كلية الطب والصيدلة والهندسة والقانون والتربية اللي هم بيعتبروا المجتمع بيعتبر هؤلاء يعني كذا وكذا من الرفعة، ألفاظ يصعب أن أقولها لكم. تابعوا أبناءكم وألفاظهم، تابعوا عقولهم، ماذا في عقولهم، تابعوا ماذا في قلوبهم، ماذا على هواتفهم. أمر خطير جدا. أنقذوا الجيل. الرسول هو المنقذ، سنته هي المنقذ، اتباعه هو المنقذ، ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله: الاتباع للنبي وتحكيم النبي والتسليم للنبي مش كلام، ومحبة النبي مش كلام. أرخص ثمن للمحبة الكلام، وثمن المحبة الامتثال والطاعة. إذا كنت تحب الرسول ادفع ثمن المحبة، طاعته، اتباعه، تقديمه على غيره، هذا هو الثمن. إنما بنحب الرسول وناكل حلاوة في المولد والكلام ده ونضحك على أنفسنا بهذا الكلام، لا. اتبع الرسول في كل دقيقة، في كل عمل في حياتك. لذلك ابن القيم يقول: وليس هذا، أي ليس تحكيم الرسول والتسليم له وانشراح الصدر له، ليس هذا يعني استقرار حب الرسول في القلب واستقرار حب الرسول في النفس وأن يكون الرسول أولى بنا من أنفسنا. ليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، مش كلام، بل هو أمر انشق القلب واستقر في سويدائه. لا تفي العبارة بمعناه، ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وفرق بين علم الحب وحال الحب. في فرق بين الكلامنجي بالتعبير المصري اللي بيقضيها كلام، فرق الذي يفعل. فرق كبير جدا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة يا إخواني. يقظة، صحوة، إفاقة إلى تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم الموضة والشباب. يا شباب، عليكم برسول الله منقذكم في الدنيا والآخرة، سنته، اتباعه. فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتلال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. كذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه وتعالى لهذا المعنى، معنى اتباع النبي، التسليم للنبي، الرضا بحكم النبي المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. هذه الآية الأولى، هذه هي الآية الأولى التي ذكرها ابن القيم في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم حكمه والتسليم له وانشراح الصدر بسنته وبحكمه وقضائه عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بيك من نفسك. لو أنت رئيس العالم النبي أولى بيك من نفسك. لو أنت فراش في العالم النبي أولى بيك من نفسك. لو أنت أعلى طبيب في العالم النبي أولى بيك من نفسك. لو أنت أغنى واحد في العالم، أفقر واحد في العالم، أقوى واحد في العالم، أضعف واحد في العالم، طالما أنت مؤمن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني الآية العظيمة دي في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ابن القيم هيقول لك الأولوية أولويتين. واحد، أولوية محبة، النبي أولى بأن تحبه أكثر من نفسك، ده المعنى الأول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الأولوية الثانية أولوية حكم، النبي أولى بأن يحكم فيك عن نفسك، النبي أولى بأن يحكم على نفسك من نفسك. نفسك اللي تحكم ولا النبي اللي يحكم؟ لا، النبي اللي يحكم. النبي أولى من ناحية الحكم.
تحب نفسك ولا تحب الرسول؟ لا، الرسول أولى أنك تحبه أكتر من نفسك، كما سيأتي معنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني إيه؟ حفظوا هذه أولادكم، الرسول أولى بنا من نفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: وهو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس بمؤمن. وهذه الأولوية تتضمن أمورا 2 بس هنذكرهم هنا، وإن كان هناك أولويات أخرى، بس يكفي ما قاله ابن القيم. أن يكون أحب الرسول، يعني النبي أولى بالمؤمنين، أي أن يكون النبي أولى وأحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب له من غيره. ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. عمر بن الخطاب كما نعلم جميعا ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر صادق، لم يبلغ هذه الآن، ما كان بلغ هذه المنزلة إن الرسول يبقى أحب إليه من نفسه. فسكت عمر هنيئة كما جاء في بعض الروايات، وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر كمل الإيمان. الآن يا إخواني النبي أولى بأن نحبه من أنفسنا، النبي أولى بأن نقدم محبته على أنفسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر قلب في العالم، إن الله نظر في قلوب العالمين، كما في أثر عبد الله بن مسعود في مسند أحمد وغيره: إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد خير قلوب العالمين قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه وابتعثه برسالته، سيد الأولين والآخرين، كما عند الترمذي وأحمد وغيرهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد الأولين والآخرين هو أولى بأن نحبه من أنفسنا. هذه الأولوية الثانية. قال ابن القيم: ويلزم من هذه الأولوية، اللي هي الأولوية الأولى، أولوية المحبة، كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم لرسول الله، وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره في كل باب من أبواب الدين، وإيثاره على ما سواه. اكتب كده جدول المحبوبات، اعمل جدول كده مسلسل المحبوب، تقديم محبة الله ورسوله. في كم محبوب؟ 8 محبوبات ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خطورة على الأفراد، الأسر، المجتمعات، الدول، الأمة، العالم، خطورة إذا لم نحب الرسول ونقدم محبته على سائر المحبوبات. 8 محبوبات. اكتب كده جدول المحبة وشوف بقى، قيس نفسك. بحب نفسي ولا الرسول؟ بحب أبويا ولا الرسول؟ بحب شغلي ولا الرسول؟ بحب بيتي ولا الرسول؟ مساكن ترضونها. بحب أولادي ولا الرسول؟ يجب تقديم محبة رسول الله على كل هذه المحبوبات. 2. الأولوية رقم 2: ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول. ده الأولوية الثانية، يعني الرسول أولى بأن يحكم فيك من نفسك. قال: يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أولى به منها. والنبي لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر، فالنبي لا يأمر ولا ينهى من عند نفسه، بل النبي يأمر وينهى بأمر الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما أمر به هو في سعادة الخلق وسعادة الناس في الدنيا والآخرة، وكل ما نهى عنه، اعرف أي شيء الرسول نهى عنه، الرسول أغلق عليك بهذا النهي باب من أبواب الشرور، سواء في أمر الدين أو الدنيا. ابن القيم يرد على من نفش ريشه ومش عايز السنة، نقول له خلي بالك بقى، احذر، ريشك ده مش هيتنفش في القبر ولا يوم القيامة، احذر تنتفش بالكلام وترد سنة رسول الله. المدرسة الحداثية، المدرسة العقلانية،
مدارس كثيرة جدا بترد كلام النبي في خطر، أهل الإسلام في خطر، والسنة واتباع النبي يواجه كل هذه التحديات العظيمة. قال ابن القيم: فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول. في ناس عايزة تعزل الرسول من الأسر والأسر تمشي على هواها، في ناس عايزة تعزل الرسول عن المؤسسات والمؤسسات تمشي على هواها، في ناس عايزة تعزل الرسول عن المجتمعات والمجتمعات تعيش إباحية وتعيش على هواها، ما تعزلش الرسول. قال: فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره، رضي بالعادات والأعراف والتقاليد، رضي بأقوال المبتدعة، رضي بأقوال الأحزاب السياسية، رضي بأقوال التعصب والجماعات المنحرفة، لا ترضى إلا بالرسول. قال: ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالة العقول. خطورة كبيرة جدا. من يقول بتقديم العقل على النقل، أتقدم عقلك على سنة الرسول؟ اتق الله وستقف أمام ربك بهذه الكلمة. من يقول بعلم الكلام، هذا العلم الذي ما جر على المسلمين إلا كل شر، هذا العلم علم الكلام قاطع طريق بين الناس وبين رسول الله، ده قاطع طريق، بيقطع الطريق، بيخلي الناس ما يوصلوش للنبي. علم الكلام ومنه تقديم العقل على النقل. خطورة. اجتنبوا يا إخوة، نصيحة، وأقابلكم بهذه النصيحة أمام الله يوم الدين: لا تقدموا عقولكم على رسول الله. لذلك قال ابن القيم: ويزعم بعض الناس أن نترك السنة وأنما الهدى يتلقى من دلالة العقول، وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه عن رسول الله وعما جاء به والحوالة في العلم النافع إلى غيره. ذلك هو الضلال البعيد عياذا بالله. ابن القيم يكمل فيقول: ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية. تريد أن تحصل أولوية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. قال: ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. ده احنا مش هنعزل الرسول، ده احنا نحكم الرسول ونعزل كل ما سواه. بعزل كل ما سواه، عزل الشرك ووسائل الشرك، عزل البدع والأهواء، عزل المعاصي، عزل المناهج المنحرفة، عزل كذا. اعزل كل ما سوى الرسول وخلي الرسول بس. عزل كل ما سواه وتولية الرسول في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. فإن شهد له بالصحة، الرسول هو الميزان، لو شهد الرسول للمسألة دي نصحح. الرسول قال: اطردوها نطردها نبعدها. فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده. وإن لم يتبين شهادته لا بصحة ولا ببطلان، جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الخلق إليه أو وجوه الحق إليه من كل جهة. الرسول هو الميزان. أي حد يأتي لنا بأي شيء، تعال يا عم على رأسنا، نحط كلامك على ميزان السنة وميزان منهج النبي. قبله منهج النبي على رأسنا، ما قبلوش لا يا عم أنت غلط، واتق الله وارجع عما تفعل، واخشى من قبرك عذابك، واخشى من السؤال بين يدي ربك، واخشى أن تسن سنة سيئة فيكون عليك كفلها وكفل من اتبعك عليها إلى يوم القيامة. أخيرا نختم بهذه المسألة: عايز السعادة، عايز الفلاح، عايز الازدهار، عايز النهوض، عايز التطور، عايز الحضارة، خلف الرسول. قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضا بها والتحكيم إليها. دي الطريقة المعكوسة المنكوسة. ماشي الحال. كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. كلام العلماء على رؤوسنا، بس إذا مذهب من المذاهب تعارض مع السنة، بعض الناس سامحوني يريدون أن يأتوا بأي قول شاذ من هنا أو هناك لكي يوافق أهواء الناس. يعني عنده مذهب، يعني هو يريد أن يفتي بما يحبه المستمعون. المستمعين عايزين إيه؟ هعمل اللي عايزه المستمعون، كأن المسألة عرض وطرب، وكأنه هيمثل فيلم وينظر المشاهدين عايزين أي لقطة فيعمل اللقطة اللي المشاهدين عايزاها. لا، في دين الله لا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
أخذ الميثاق على أهل العلم ألا يزيدوا كلمة في دين الله وألا ينقصوا كلمة من دين الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. مشكلة كبيرة. المتصدر للفتوى أو المتصدر للتعليم إذا وافق أهواء الناس وعمل بمذهب أقول ما يطلبه المستمعون وأسهل على ما يطلبه المستمعون وقع في مشكلة كبيرة، نسأل الله النجاة والعافية. لذلك قال: وعرض ما قاله الرسول عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في ردها ليا وإعراضا كما قال تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. السنة هي الرأس، وأقوال العلماء تمشي خلف الرأس. لا نجعل كلام أحد هو الرأس ونحاول نلف السنة ونطوع السنة لكلام أحد. لا 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 يا إخواني، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام العلماء على رؤوسنا، ولكن لو أن العالم لم يصله الدليل، لو أن العالم ثبت له الدليل عنده الدليل ضعيف، لو أن العالم يعني عنده تأويل وفهم للدليل، على كل هذا على رؤوسنا، ولكن لا بد من اتباع السنة، وهذا مسألة مهمة جدا. وشيخ الإسلام له رسالة رائعة جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ربما لا يصل الدليل العالم، لا يحيط بالشريعة إلا نبي، ولا يحيط بكل أحكام الملة إلا نبي، فغاب الدليل عن بعض العلماء، فربما يجتهد العالم فيقول بالفتوى وعندما يصله الدليل يرجع، فنرجع كما رجع العالم ونحو ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.